المفترض ان نشتغل على المقاس الاسهل والاسرع اللي هو اخر مقاس من 11 ل 12 سنه. مجرد ان انا بمشي كده، مجرد ان انا بمشي في اللون الاسود كده تمام، ودوت المرد العراوي الزراير. تخيل ان الباترون خلص. خلاص كده. خلاص كده باترون الصدر خلص. هوصل التلاتة دول ببعض. انا هعمل شميز مش هستخدمهم، بس انا بوضح ان هو الباترون اهو طلع. ده صدر القميص ولا الظهر؟ ده صدر ده القميص. صدر القميص. ونوصل الشرطة دي بالشرطة دي، ده بتاعت العراوي والزراير. ماشي. زي ما قلنا ان الباترون لملابس الاطفال بنين وبنات. ازاي احول بقى انا ده هعمل شميز اولادي، ازاي احوله لاولادي؟ نمره واحد بلغي البنسه. نمره اتنين بوصل هنا في تجسيم عندي في الوسط، بوصله بخلي الخط مستقيم. بلغيها يعني بلغي التجسيم، بعمل خط كده مستقيم. التجسيم ده بيبقى للبنات. وممكن يكون ولد وحابب ان اللي يبقى القميص بتاعه او الشميز بتاعه مجسم، مفيش مشكله اجسمه له. ده برضو حسب الايه، حسب الطلب. ابدا اقص باترون الصدر. بعمل فرد او علامه على مكان العراوي والزراير. ده باترون. كده عملنا ده كده الصدر بتاع خلص كده. هاي نعمل باترون الظهر. تمام كده يا بسنت. احنا اشتغلنا على اللون الاسود. تمام. خدنا اقل من دقيقه في باترون الصدر، وهناخد اقل من دقيقه في باترون الظهر. خلص باترون الظهر. خلاص كده. واحنا بنتكلم هنعمل الخط مستقيم زي ما عملناه كده. احنا عملناه من بره كده عشان ده اكبر مقاس. بالظبط. تمام. نبدأ نقص بالشكل ده. ده باترون الظهر. كده باقي لي باترون الكم. اخده في الحته الصغيره ديت عشان ايه، باترون الكم برضه مكتوب وموضح في الباترون نفسه. مكتوب واحنا شرحناه في الشرح. ده الكم بيكون موجود في باترون الظهر. موجود في باترون الظهر بالشكل ده. ناخد خط مستقيم كده تمام، وهمشي في اللون الاسود. ادي اللون الاسود. اوصل باللون الاسود تحت، بشيل كده. خلص باترون الكم. بوصل النقطتين دول ببعض. تمام. ده كده خلصنا الكم. احنا كده ب5 دقايق، اقل من 5 دقايق عملنا باترون الصدر وباترون الظهر والكم. أسرع طريقة في العالم مش هتلاقيها في أي مكان. بنين بنات باترون واحد، رسومات جديدة تلاقي كمان. يعني مفيش لا هدوم بالقسط ولا حاجة هتضايق في الوسط. كانت سبيحة الباترونيست، كانت سبيحة. نقص البرسل عشان بيبقى مشدود وبيشديله القماش، ملوش لازمة. ده ملوش لازمة بالنسبة لي. حاجة طبعا اقص الشميز. بتني التانية دي بتاعت المرد العراوي الزراير، بيبقى له تنظيفة كده بيتنضف لجوه. فانا بتني التانية دي كده. انا عايز المرد 2 سم 2 سم ونص. بروح تاني كده
وندبس. طبعا حابين تقيسوا 2 سم ونص و2 سم ونص يبقى 5 سم وتدبسوهم على بعض. بس انا احنا قلنا بشرح ده عشان لكم ايه؟ ده عشان تنظيف المرد من جوه كده. تمام. تمام. بس انا طبعا بشرح لكم بشكل مبسط، مش عايز ادخلكم في عمليات حسابيه. ما بيزيدش على 2.5 مظبوط؟ لا ما يزيدش عن 2 ما ونص. يزيدش ما يزيدش عن 2 ونص. تمام. بدبس الباترون بتاعي. عايز اطول القميص بطوله، عايز اعمله دوران هنقول مثلا اروح مزود 6 سم 7 سم زي ما انا عايز ازود، واروح واخده بشكل دوران بالشكل ده كده، يبقى ده قميص مدور بدل ما يبقى دغري. واعمل علاماتي وابدا اقص. كده باترون الصدر اتعمل. بعمل علامات عشان لما اجي اتني التانيات يبقى فوق زي تحت. بتني على العلامات دي، بكسرها بالمكوى قبل ما بشتغل. كده انا عملت باترون للصدر اهو. بعمل باترون الظهر، احطه اتجاه القماش البطن اللي هو اللي متني بالشكل دوت. هعمل الطول 6 سم اللي انا زودتهم في الصدر، وباخد نفس الكيرف الدوران. بالشكل ده. وابدا اهو. كده انا طلعت باترون الظهر. هطلع الكم، بطبق الكم كده 4. القماش متني 2، انا بتنيه تاني كده. احط الكم وابدا اعمل علاماتي واقص. ادي علاماتي. عشان نسيب فيه طول. هنسيب طول بس، وممكن ما نسيبش لان الكم هنعمل فيه اسوره، فممكن ما نسيبش طول في الكم. تمام. وممكن نسيب طول حسب الاطوال. انا ما راجعتش على اي طول. طبعا اللي يشتغل يراجع بالمزوره على الاطوال اللي هو عايزها وعلى الوسع اللي هو عايزه. انا بشرح لكم ازاي نقص، يعني بشرح لكم ازاي نقص بشكل مظبوط. بعمل فرد هنا على مكان الخياطه عشان لما اخيط يبقى وسع الكم كله زي بعضه. وطبعا ما ننساش ان الامام بناخد منه في الاطفال نص سنتي عن الخلف. الكم من هنا يبقى كده امام وخلف. ده في الاطفال بس؟ نعم، ده كده في الاطفال والسيدات كله بناخد نص سنتي من قدام. بالظبط. تمام. يبقى كده احنا عملنا باترون القميص. ادي الصدر وادي الظهر. ولو لاحظنا هنلاقي الظهر اعلى من الصدر، ده طبعا مقصود. وادي الكم. والاسوره بسيطه بقى، يعني معروف قصها بتبقى اقل من وسع الكم عشان اعمل فيه كسرات.